أهلا أصدقاء ميد سبورت. في حلقة اليوم من سلسلتنا حقائق عن نجوم الرياضة سنسلط الضوء على نجم آخر من كتيبة أسود الأطلس التي تصنع التاريخ بالأراضي القطرية. إنه مزراوي نجم بايرن ميونخ وأحد أسرار بلوغ المغرب لربع نهائي المونديال، بحيث ستشاهدون معنا 10 حقائق عن نصير مزراوي، مولده ونشأته، لماذا فضل تمثيل المغرب على هولندا، قنينة ماء سبب طرده من منتخب المغرب، مثله الأعلى، تلقيه نصيحة خاصة من ناجلسمان، لماذا رفض برشلونة، هجوم جماهير أياكس عليه بسبب فلسطين، والمزيد، فابقوا معنا. المولد والنشأة. ولد نصير مزراوي في 14 من نوفمبر عام 97 ببلدة لايدردورب غرب هولندا، لوالدين مغربيين تعود أصولهما لمدينة تطوان بشمال المغرب. وفي سنوات طفولته الأولى انتقل للعيش رفقة أسرته ببلدة مجاورة تدعى ألفين عن ديرين القريبة من مدينة لاهاي، حيث تعلم الأبجديات الأولى لكرة القدم رفقة أقرانه في الحي الذي كان يقطن به، كما عشق اللعبة بشكل كبير بعد أن تربى على رؤية والده مصطفى يتابع معظم المباريات في مختلف البطولات. ومن هنا نما حلم بداخله أن يصبح لاعبا محترفا قبل أن يسجله والده عام 2002 مع نادي مدينته ألفين الذي نشط رفقته لمدة 3 سنوات. مسيرته. عام 2005 غادر مزراوي نادي ألفين لينتقل إلى نادي جديد يدعى ألفينز بويز، حيث لعب معه لمدة موسم كلاعب وسط مهاجم وجناح أيمن، فخطف أنظار أياكس لينضم إلى صفوفه عام 2006، وهناك واصل تكوينه، لكن دون أن يتمكن من فرض نفسه كلاعب أساسي في مختلف فرق الفئات العمرية، ما جعله يفكر عندما بلغ عامه 17 في التركيز على دراسته لتحقيق طموحه الثاني في الحياة، وهو أن يصبح محاميا، فسجل في كلية الحقوق، لكن لحسن حظه تحسنت الأمور، وبدأ مزراوي في اللعب بشكل منتظم ليضع حدا لطموحه الدراسي عندما حصل على أول عقد احترافي مع فريق أياكس الثاني عام 2016، ثم تدرج وصولا إلى الفريق الأول في 2018 وتحت قيادة تين هاغ تغير مركزه إلى الظهير الأيمن ليتألق على مدار 4 سنوات قبل الانتقال إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي. وعلى الصعيد الدولي يلعب مزراوي لمنتخب المغرب منذ 2018 وحتى الآن لديه 19 مباراة دولية. تفضيله المغرب. مزراوي حمل قميص منتخب المغرب تحت 19 عام، وفي 2018 تواصل معه رونالد كومان مدرب هولندا في ذلك الوقت لإقناعه بتمثيل الطواحين، وقدم له إغراءات كبيرة، بيد أن مزراوي قرر اللعب لأسود الأطلس. ويقول نصير عن اختياره: هولندا بلدي والمغرب كذلك، الناس الذين يعرفونني يعلمون أنني فخور بكوني هولنديا، وكذلك فخور بأنني مغربي. فكرت كثيرا وصدقوني بدا ذلك جميلا بأن ألعب بالمنتخب الهولندي رفقة زملائي بأياكس، لكني تحدثت إلى عائلتي ومع والدي وعمي كذلك، وناقشت الأمر مع وكيل أعمالي، وكنت أطلب نصيحة صغيرة، لكن لا أحد أثر علي، واتخذت قراري بنفسي، وأنا مقتنع بالدفاع عن ألوان المغرب. وفي مناسبة أخرى بعد اللعب للمغرب بالفعل تحدث مزراوي عن نفس الموضوع بالقول: مهما كان اختيارك فإنك لن ترضي الطرفين، عليك أن تختار الوجهة التي تشعر فيها براحة أكبر. قررت اللعب للمغرب ولم أندم في أي لحظة على هذا القرار. أحببت أيضا الأجواء الجميلة التي أعيشها مع أسود الأطلس، خاصة الأدعية وقراءة القرآن الكريم، فقبل الدخول إلى أرضية الملعب نقوم بقراءة القرآن والأدعية في غرفة تغيير الملابس. تتم القراءة باللغة العربية وهي مختلفة عن اللهجة المغربية، ولكن أفهم الآيات والأدعية، فقد تعلمت ذلك في السابق أثناء ذهابي إلى المساجد في هولندا. إنجازاته. جماعيا توج مزراوي ب7 ألقاب، 6 مع أياكس حيث فاز بالدوري الهولندي 3 مرات، كأس هولندا مرتين، والسوبر مرة، ولقب وحيد مع بايرن ميونخ وهو كأس السوبر الألماني. وعلى الصعيد الفردي فاز بجائزة أفضل موهبة صاعدة في أياكس عام 2019، وجائزة أفضل هدف مع نادي العاصمة الهولندية عن الموسم الماضي. قنينة ماء سبب الخلاف مع خليلوزيتش.
في العام الماضي كان مزراوي من بين بعض النجوم الذين توترت علاقتهم بالمدرب وحيد خليلوزيتش ليتم استبعاده من منتخب المغرب لفترة طويلة. وحينها أرجع المدرب البوسني ما حدث بأن اللاعب ادعى الإصابة لكي لا يشارك في إحدى المباريات، وهو ما نفاه مزراوي الذي أوضح السبب قائلا: في إحدى الحصص التدريبية كان الجو حارا وكنا نشرب الماء كل 5 دقائق، لكن في وقت معين لم أعد في حاجة إلى الشرب لأنني لم أعد أشعر بالعطش حينها. وهو ما لاحظه خليلوزيتش الذي اعتقد أن هناك أمرا ما، فجاء وقال لي أنه من المفروض أن أشرب الماء، لكني أخبرته أنني لا أشعر بالعطش، غير أنه حاول إجباري على ذلك. ليتدخل غانم السايس لتهدئة الأوضاع وقدم لي قنينة ماء، ففتحتها ورميت بعض الماء ثم أغلقتها ورميتها بعيدا، لأتفاجأ بالمدرب يتدخل ويمنعني من مواصلة الحصة التدريبية. وهنا كانت بداية هذا الخلاف الذي جعلني بعيدا عن المنتخب. نصيحة مدرب البايرن لها. عند انتقاله إلى بايرن لم يكن مزراوي هو الخيار المفضل للمدرب ناغلسمان في مركز الظهير الأيمن، لكنه ما لبث أن نجح بعد ذلك في المشاركة والظهور بشكل منتظم، بل كان له المدرب الألماني المديح، لكنه قدم له نصيحة للرفع من مردوده والوصول إلى أفضل مستوياته مستقبلا، حيث طلب منه أن يكتسب بعض الوزن للرفع من قوته في الالتحامات وقدرته على التحمل البدني وتفادي الإصابات العضلية. ويقول مزراوي: لقد كان همي في البداية أن أكسب رسميتي، وأنا الآن منصب على العمل بنصيحة المدرب بخصوص وزني، وكل شيء يمر على ما يرام. حياته الخاصة. مزراوي لا يحب التطرق كثيرا لحياته الخاصة، لذلك تبقى هناك العديد من الأمور المجهولة بهذا الخصوص، لكن المؤكد أنه متزوج من فتاة مغربية ولم يرزق بأبناء بعد، بحسب كلام نصير في لقاء أجراه مع أحد المدونين. ومؤخرا انتشرت صور له مع فتاة في المدرجات أثناء تدريبات منتخب المغرب، بعد أن سمح الاتحاد المغربي للاعبيهم بلقاء عائلاتهم، لتؤكد بعض الأخبار أنها زوجته، لكن اتضح لاحقا أنها شقيقته. وعلى ذكر شقيقته، يمتلك نصير مزراوي شقيقا أكبر يدعى يوسف، ويعمل حاليا وكيلا لأعماله. رفض برشلونة. في ميركاتو الصيف الماضي تعاقد بايرن ميونخ مع مزراوي في صفقة انتقال حر لمدة 4 أعوام حتى صيف 2026 على أن يتقاضى راتبا سنويا بقيمة 8 ملايين يورو، قد يرتفع ل10 ملايين بإضافة المكافآت والحوافز، علما بأن اللاعب كان في مفاوضات جادة مع برشلونة وسط أخبار عديدة تحدثت عن حسم الصفقة لصالح البلوغرانا. لكن دخول بايرن السباق وعرضه لراتب يفوق ما عرضه البارسا دفع اللاعب لرفض الانتقال إلى كامب نو، مفضلا الانضمام للعملاق البافاري. جوانب أخرى. يعد مزراوي من النجوم المسلمين الملتزمين بتعاليم الدين الحنيف، حيث سبق وأن أصر على صيام شهر رمضان رغم مطالبات إدارة أياكس له بالإفطار. كما لفت الأنظار عندما امتنع رفقة السنغالي ساديو ماني عن حمل أكواب البيرة خلال جلسة تصوير بايرن السنوية. كذلك يحرص مزراوي بين الحين والآخر على استخدام الحجامة بهدف الاستشفاء، وهي من الأمور المستحبة في الشريعة الإسلامية. في المقابل يعتبر النجم البرازيلي داني ألفيش مثله الأعلى، حيث يقول عنه: ألفيش مثلي الأعلى وأيقونتي في كرة القدم، وقدراته لا جدال حولها، وهو يلعب بنفس الأسلوب الذي ألعب به، فهو هجومي للغاية ومصدر إلهام بالنسبة لي. تضامن مع غزة. في مايو 2021 وعقب إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة، أظهر مزراوي تضامنه مع القضية الفلسطينية من خلال صورة نشرها عبر قسم ستوري على انستغرام لطفل فلسطيني ممسك بحجارة صغيرة أمام جندي مسلح من قوات الاحتلال، ومكتوب عليها: الحرية لفلسطين. كما شارك منشورا للمقاتل الروسي حبيب نور محمدوف عبر نفس الخاصية، والذي أظهر صورة مكتوبا عليها: لا تحتاج أن تكون مسلما حتى تساند غزة، فقط تحتاج أن تكون إنسانا. وحينها عبر عدد من جماهير أياكس عن غضبهم، خاصة وأن فئة كبيرة منهم معروفة بتأييدها للكيان الصهيوني وتحرص على رفع علم الكيان خلال مباريات الفريق، ليتم حينها استبعاد مزراوي من المباراة التالية للفريق بعد ضغط الجماهير. لكن عادت الأمور لطبيعتها لاحقا.